بالأحلى بلدي. بيقولوا قلال ونكون قلال، بلدنا خير وجمال. وبيقولوا يقولوا شو هم يقولوا، شوية صخر وتلال. يا صخرة الفجر وعصر النجيل، يا بلدي يا طفل متوج عالمراكب، يا بلدي يا صغير وبالحق كبير وما بيعطيني. يا بلدي يا بلدي، يا صغير وبالحق كبير وبالحق كبير وما بيعطيني. يا بلدي، يا يا صغير وبالحق كبير وبالحق كبير وما بيعطيني. يا بلدي، يا كافيين معكم أكيد برنامجنا كيف حالنا حبايبنا، واستثنائيا مثل ما ذكرنا اليوم نحن منطل 3. اليوم رح نطلع عليكم ابتداء من هلأ. الوقت مفتوح، ما رح نحدد وقت. والأستاذ ياسر قشلق للمرة الثالثة بيشرفنا بالاستوديو لحتى نستضيفه. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسر. خبرني يعني بداية اليوم جمعة، نحن جبناك بشكل تعسفي، يعتبر اليوم جمعة، وخصوصا أنه صاروا العالم يتخوفوا من يوم الجمعة. قبل ما أحكي عن يوم جمعة، بالبداية بدي أعتذر لأهلي وأمهاتي وأمهات الشهداء، لأن كل أم شهيد أعتبرها أمي. أعتذر بأنني لم أستطيع اليوم أن ألبي دعوتهم بالحضور إلى الخيمة. أعتذر لكل المنظمين ولكل الأهالي ولكل الذين حضروا، ولكن كانت الأسباب أقوى مني بكثير. خيمة باللاذقية، الخيمة في اللاذقية التي أعطتني الجنسية السورية، لأن أنا دائما بقول أنه أنا أول فلسطيني حصلت على الجنسية السورية من الشعب السوري. الجنسية ليست أوراق وليست جواز سفر وليست قيد نسجله. الجنسية محبة الناس، ومحبة الناس هذه هي الكنز وهذه الثروة التي أملكها، التي لا يضاهيها ثروة. صحيح. فأنا أعتذر من كل شاب في اللاذقية، ومن كل امرأة في اللاذقية، ومن كل رجل في اللاذقية، لهذا الشعب الكريم الذي أنا زرت اللاذقية 3 مرات. وهذا لا يعني بأنه أنا الاعتذار هذا لا يعني أنهم لن يدعوني. في الأسبوع بعد أيام قليلة سأكون في اللاذقية، وسوف ألبي الدعوة هذا الأسبوع، ولكن هذا اليوم بالذات لم أستطع الحضور، وكنت أتمنى هذا الحضور، ولكن كان من الصعب جدا لظروف قاسية وقاهرة سوف أشرحها للمنظمين عندما ألتقي بهم، لأكون في خدمتهم وفي خدمة أمهات الشهداء الذي أقبل جبينهم العالي، والذي أعتبر نفسي ابنا لهم، وهم الذين يأمروني، والذي الله جعل الجنة تحت أقدامهم. أنا نعم أقول أنني في خدمتهم، وأكرر اعتذاري لعدم تلبية هذه الدعوة. نحن معنا هلأ على هوا مباشرة السيد يعرب حمامية، أحد المنظمين لخيمة الشهداء باللاذقية، هو معنا مباشرة على الهوا. مساء الخير أستاذ يعرب. خير، مساء الخير أستاذ الكريم. أهلا وسهلا فيك على هوا شام اف ام. شكرا لكم شام اف ام، ولكل القنوات الفضائية ومحطات التلفزيون والإذاعة الصوتية. خلي لي إياك يا رب. الأستاذ ياسر معك على الهوا، تفضل. شكرا. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، مساء الورد. الحمد لله على سلامتك، أهم شيء. الله يسلمك ويخليك. الصحة والعافية دوما. والله الحمد لله بخير. أنا طبعا حزين إني ما قدرت ألبي الدعوة، ما كنت قدرت أكون معكم اليوم. كنا نتمنى حضورك أستاذ ياسر، كنا مطلعين على بعض الأمور خاصة الجانب الصحي لحضرتك. كان بودنا حضورك لأنه نحن نرى في الأستاذ ياسر الشخص صاحب الصوت الجريء والصادق والوفي، الصوت اللي بيخاطب
عقول وعواطف الشباب العربي بشكل عام، السوريين في ازمتهم. وكنا حابين ايضا ننوه على نقطه انه شهدائنا في سوريا هم امتداد لشهداء الامه العربيه، وخاصه انه ما يحاك ضدنا هو جزء من الصراع العربي الصهيوني. احنا ننتمي الى مدرسه الراحل حافظ الاسد في نهجنا القومي. اكيد استاذ ياسر، كنا نتمنى حضورك ومشاركتك، لكن اتصالك هذا وسام نعتز فيه نحن في اللاذقيه كفعاليات شعبيه وكشباب، وبنتشكر جدا على اتصالك. انا بعتز فيكم، وانا برفع راسي فيكم، وبرفع راسي بهذا الشعب يلي اثبت عن جدارة انه يستحق هذه الارض. وانا كما قلت لك، انا من حراس دماء الشهداء في هذا العالم، انا من حراس دماء الشهداء. سألبي هذا الأسبوع، سأكون في اللاذقية، لن أحدد بأي يوم. ستجدونني وسوف أزور مقبرة الشهداء وأضع وردة وأزرع شجرة لكي تنبت، لأنهم هم اليوم يعبدون لنا طريق الحرية التي نفهمها نحن لا الآخرين، وطريق الكرامة التي نحن نفهمها لا الآخرين. أنا أرجو أن تبلغ من تستطيع اعتذاري الشديد عن عدم تلبية الدعوة اليوم، وأن يقدروا أن كانت ظروف كانت أقوى مني، لم أستطع السفر، ولكن إن شاء الله سوف أكون قريبا في اللاذقية، مدينتي وحبيبتي. وخاصة عندما قلت في اللاذقية هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الاسم وأن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. هذا كلام لمحمود درويش، بهديكم يا نعم العظيم الأستاذ محمود درويش. مو غريب عنا هذا الموقف أستاذ ياسر. حضرتك ابن سوريا، ابن فلسطين، ابن أعظم مدينة للشهداء. اللاذقية بلدك، اللاذقية مدينتك، كلنا في انتظارك. دوما نحن في انتظارك وبانتظار أمثالك من الوطنيين في الساحة. شكرا كثير لك أستاذ يعرب، وبلغ تحياتي للجميع اللي عندك ولجميع شعب اللاذقية. كل شباب وفعاليات مدينة اللاذقية ينتظرون بفارغ الصبر قدومك أستاذ ياسر، لأنك رمز من رموز رمز هام جدا وصوت قوي وجريء نتمسك فيه نحن كشباب كفعاليات شعبية على مستوى الساحة في سوريا. بوعدك جاي اقعد عنكم 3 ايام بس ما تملوا مني. اهلا وسهلا فيك في اللاذقيه دوما وليس في اللاذقيه، في كل مناطق سوريا بدون استثناء. هلا رح نحكي على كافه المناطق ان شاء الله. شكرا لك استاذ. تحياتي لك استاذ يعرب، يا هلا فيك، شكرا كثير لاتصالك. شام اف ام، المحطه الجميله، القناه الجميله، القناه الوطنيه اللي هيك تعلمنا انه دوما شبابنا الاعلاميين يكونوا حاضرين في وفي المناسبات الوطنيه، وهن دوما سباقين. وشكرا لكم استاذ ياسر. تسلم، يا هلا فيك. وبدي اياك استاذ يعرب قبل ما تقطع الخط تواصل لي مع باسل لانه زعلان. بأمرك استاذ، بأمرك. احنا زعلنا كلنا وضعك الصحي، اكيد هذا الزعل لانه ايضا حضورك مهم استاذ ياسر. يلا ان شاء الله قريبا حكون عنكم، وانا بعتذر واسف للمره الاخيره. شكرا لك استاذ ياسر. تحياتنا للاستاذ باسل وللاس ام بالكامل. خلي لي اياك. يا هلا فيك، يا هلا فيك صديقي، يا هلا فيك. الذي لن يعترف باسرائيل لا الان ولا في المستقبل، واي قائد فلسطيني مقاوما كان ام وطنيا او غير وطني يوقع على ورقه 67 أو 68 هو خائن. فلسطين، كل فلسطين ستعود. بكرة مثلنا الزين وبياري المدين، نحن لنا ورق الخريف لعم بيدهب مراكب الرصيف. غير انت وانا، غير انت وانا، غير انت وانا يا حبيبي يا حبيبي مالنا.
عمري لا تضيعني بالعيد وما تنشعني، تعال لما بينده الحنين موسم الناس المنسيين، انت المدى قبلك ما حدا وبعدك ما حدا، يا حبيبي يا حبيبي ما حدا. كافيين معكم على الهواء مباشرة، برنامج كيف حالهم حبايبنا. وخلينا نفوت مباشرة هلأ بالموضوع. أستاذ ياسر، اليوم شفنا حركة جدا استفزازية، وشفنا تدخل سافر من الخارج من الغرب، إن كان من السفير الأمريكي ولا من السفير الفرنسي، وخصوصا السفير الأمريكي يلي نزل وعمل حاله شيء كبير. أنا تعودت دائما أنه أنا أكون دائما صريح، ومهما ضغطوا علي ومهما مورس علي من عقوبات محلية وغير محلية سوف أظل صوت هذا الشاب وصوت أم الشهيد وصوت من لا صوت له. لذلك أقول أنا تعودت على وقاحة وحقارة الأمريكي، بس ما توقعت أن تصل فيه البذاءة والسفالة للسفير الأمريكي أنه يتحرك في وطن كوطني سوريا بهذه الجرأة الوقحة، وأنه يزور حما. توقعت ولا أعرف ماذا أقول، توقعت أن لا نلتقي مع السفير الأمريكي بالورود. السفير الأمريكي، لو أن السفير الأمريكي خرج في فنزويلا لمتظاهرين ضد هوكو تشافيز هذا العروبي هذا البطل، لكان لا يجرؤ إلا وأن رميت عليه أحذية المواطنين لا الورود. بس هلا في موضوع، هلا لاحظنا نحن نفضوا العالم بعد ما اجى السفير الساعة 3 الظهر. يعني في كتير من أهل حما اللي بنفخر فيهم استنكروا الموضوع، وكل قليلة جدا بكل مواطن سوري، وهذا عشمي بالمواطنين السوريين، كل قليلة جدا يجب أن يعلموا أن هذا السفير الأمريكي الأعمى في العراق، الأعمى في فلسطين. انظروا ماذا فعل الأمريكي في العراق، 3 ملايين. هذا لا يجلب لنا إلا المصايب والويلات. لذلك قررت وأنا هنا أنادي كل من يمتلك كرامة، من الشباب الذي أعرفهم، من بصمة شباب سوريا إلى تجمع شباب سوريا إلى بصمة وفاء سوريا، إلى كل السوريين وإلى كل الأحرار، إلى كل الشرفاء. غدا أمام السفارة الأمريكية سنعبر عن غضبنا بشكل حضاري. غدا سنقول للسفير الأمريكي: عمر دولتكم وحضارتكم التي قامت على الدماء والتي سفكت دماءنا والتي استباحت أرضنا والتي استباحت أجواءنا عمرها 200 سنة، أما نحن عمرنا 4000 سنة في هذه الأرض. غدا سيكون لنا موقف، وكما قلت الوطنية لا تحتاج إلى إذن. أتمنى من الجميع المشاركة بكثافة. غدا سنرفع علم سوريا في وجه السفارة الأمريكية، سنطالب بطرد السفير الأمريكي. نعم، أنا أعتبر أن هناك تجرؤ على الدولة، هو يتعامل على أنه لا قيادة ولا شعب، لا قيادة ولا شعب. غدا سنقول له أن هناك قيادة تحكم هذا البلد، وأن هناك شعب له. مهن بدهم حرية، هذه هي حريتنا، حرية منتظر الزيدي الذي عبر عنها بحذاء قبلة الوداع للكلب بوش. غدا سوف نكون بحضارتنا، بقيمنا، بأفكارنا، بمبادئنا، بتظاهرة غضب سلمية أمام السفارة الأمريكية. غدا الساعة 1 سوف يكون اعتصام مسائي، ولكن غدا أدعو كل الشباب وكل الأحرار وكل من يستطيع الحضور غدا إلى السفارة الأمريكية لنعبر أن الذي فعله السفير الأمريكي، وهذا أنا ما بعبر كثير عن السفير الفرنسي، طول عمره البريطاني والفرنسي كلاب تلهث وراء الأمريكي، لنعبر عن غضبنا أن هذا التصرف الذي قام فيه. نحن هناك شعب، يجب أن تأخذ كنت إذن من هذا الشعب. لا يحق لك دخول مدينة دون إذن. أنت تعيش ضمن بروتوكول، أنت سفير دولة عظمى، ولكن نحن بشعبنا الأبي، بشعبنا الحر، بشعبنا الذي يملك الكرامة ويملك الغيرة ويملك هذا القدر الهائل من الشرف،
سنعبر غدا بغضبنا واستنكارنا لهذا التصرف اللامسؤول الطفولي الوقح القذر السافل الذي قام به اليوم. أنا عم بحكي من قلبي لأنه استفزني مشهد إنه كلمة أنه السفير الأمريكي يزور مظاهرة. هل تستطيع أيها الأمريكي أن تزور مظاهرتنا عندما نتظاهر من أجل أن نطالب بتنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194؟ أتحدى السفير الأمريكي، أتحدى السفارة الأمريكية، أتحدى أوباما. عيب يا جماعة. أنا بعثت 3 رسائل عبر الصحافة لأوباما، لرئيس أوباما، للاجئ أوباما. هو لاجئ وأنا عائد، هو لاجئ ومحتل بأرضه. عيب انتوا عم بتعولوا على هدلونة على القيادة الأمريكية. بدنا نعول على القيادة الأمريكية صعاليك الكونغرس اللي وقفت تزفق لواحد صعلوك سارق قاتل الأطفال نتنياهو، هذا المجرم. هل من هنا سوف أستورد أنا حريتي؟ تصب الإصلاحات وتصب الحرية وتصب العدالة إذا بدها تجي من عند هدلون المجرمين القتلة. هؤلاء قتلة. مشان هيك أنا بدي أقول أهم شغلة وأنا أتحدى السفير الأمريكي والكل يسمعني اليوم، أنه هل يجرؤ على أن يأخذ مني ورقة واحدة عليها قرار مجلس الهيئة الأمم المتحدة عميد القرارات تنفيذ قرار 194 الذي صدر بعودتنا إلى أرضنا؟ هل يجرؤ بزيارة مظاهرة لنا ونحن ننفذ قرار هيئة الأمم المتحدة؟ هل يجرؤ بمظاهرة تقول بأنها تدعم حق الشعوب في المقاومة وحق الشعوب في رحيل هؤلاء النفايات البشرية من أرضنا، من الجولان ومن فلسطين؟ هل يجرؤ بأن يقول كم جريمة ارتكبت في العراق؟ هل يجرؤ بأن يقول هذه الجرائم التي ترتكب باسم العلم الأمريكي، الذين يمولون إسرائيل بالإف 16 والقنابل الفسفورية والقنابل الذكية عبر دول الأعراب؟ نحن على السفير الأمريكي أن يعلم أننا لسنا دولة خليجية. نحن لسنا دولة خليجية. أن يصفع مواطن من عندنا وأن نخرس، لن نخرس. سنخرج غدا وبعد غد لكي نعبر ونطالب السفير الأمريكي باعتذار رسمي. هاي مهمتكم يا شباب، يا أحرار، يا شرفاء. مهمتكم غدا أن تطالبوا باعتذار رسمي، أولا من الشعب السوري وثانيا من القيادة. أولا من الشعب السوري على هذا التصرف الذي يعبر أن هذه الدولة لا شعب فيها. نحن لسنا دولة أعراب. نحن لم يعين الرئيس بشار الأسد من قبلكم. هذا لم يعين هذه الدولة ولم تقسم هذه الدولة كدول الأعراب. أنتم لا تملكون قواعد أمريكية في سوريا. أنتم لا تملكون قرارا أمريكي. أنتم تحكمون الدول التي لكم فيها قواعد. أما نحن نمتلك قاعدة واحدة، هي قاعدة الشعب السوري الأبي الحر. لذلك وأكرر لذلك غدا سوف نعلن بأننا نبدأ التظاهر الساعة 1 ظهرا واعتصام بالليل إلى أن يصدر من السفارة الأمريكية اعتذارا رسميا للشعب، وإلا سنطالب القيادة بطرد السفير الأمريكي على هذا التصرف. وهذه مشيئة الشعب. إذا هم مع هذه ثورات الشعوب وهم مع هذه الحرية فليثبتوا أن الأغلبية الشعب السوري اليوم يطالبون. وأنا أتحدث باسمهم، هاي المسيرة وأنا أتحدث باسمهم. آلاف الهواتف ومئات الإيميلات، آلاف الإيميلات ومئات الهواتف آتتني لأنقل هذه الرسالة عبر الهواء لكل أحرار سوريا، لكل أحرار العالم، لكل شرفاء العالم. تعالوا لتجدوا هذه الثورة التي يقولون عنها ثورة كيف نستوردها من الخارج. الثورة لا تستورد. الثورة تولد من رحم الأحزان ولا تستورد من عند هذا الأمريكي أو أمريكا. كما قال محمود درويش: أمريكا هي الطاعون والطاعون هي أمريكا. سأشخ مزيكا على أمريكا وأعلن أن أمريكا هي العدو الحقيقي لهذه الشعوب، وهي التي تمول هذه العصابة القتلة، تمول الإرهاب العالمي في إسرائيل، تمول الإرهاب العالمي. هي التي صدرت لنا الإرهاب، هي التي صدرت لنا هؤلاء القتلة. أنتم دولة عظمى ونعترف بكم دولة عظمى، ولكن لن نعترف بأنكم محتلين لأرضنا ولقرارنا ولسيادتنا. اليوم ما فعله السفير الأمريكي والسفير الفرنسي هو اختراق للسيادة الوطنية، وهو مسك
كل بيت سوري وهو يمس كل كرامة. أنا استفزني هذا التصرف لدرجة الغضب على هذا التصرف، وغدا أتمنى أن تكون المشاركة كثيفة، وأتمنى من وسائل الإعلام تغطية هذا الحدث الذي يطالب باعتذار رسمي من الشعب السوري أولا. طيب هلا أنا بس بدي أوضح شغلة لكل اللي عم يسمعونا اللي ما عرفوا شو ساوى السفير الأمريكي. هو راح وزار حما، وحتى سأل اللي التقاهم بحما إنه عن عدد المعتقلين يلي اعتقلتهم الدولة، وإذا معهم أسلحة ولا ما معهم أسلحة هن كأشخاص. وحتى إنه عم يسألهم إنه الجيش عم بيقتلكم. أنا رح جاوب السفير الأمريكي وأتحدى، وأنتم بتعرفوني كلياتكم تعودتوا علي لما بتحدى كل اللي تحديتهم ما حدا طلع لي. أنا أتحدى، عنا 11300 أسير، عنا طفل عمره 4 سنين في إسرائيل. يتفضل السفير الأمريكي، هيا بعطيه أرقام معتقلين. شو هي إسرائيل رب؟ إسرائيل الله؟ لا. إذا أنتم ككيان تعترفون به كدولة، نحن لا نعترف بدولة إسرائيل مطلقا، نعتبرها أنها مصنع للموت، مصنع لتصدير الإرهاب لكل المنطقة. أعود وأقول هذه الأسئلة كانت على السفير الأمريكي. أخطأ الشعب وأخطأ القيادة وأخطأ المكان. عليه أن يذهب إلى محل ما في قواعد أمريكية، أن يسأل هناك عدد المعتقلين، وعن الحريات، وعن فتاوى المظاهرات، وعن فتاوى الوهابية، وعن هذه الفتاوى أن يذهب إلى هناك يسأل. أما هنا هذه سوريا أيها الأحمق. والسفير الفرنسي، أنا بس بدي زيد على الكلام اللي عم تحكي حضرتك عنه. السفير الفرنسي راح زار المشافي بحما، قال عم يطمن على أهل حما إذا صاير لهم شيء، وعلى الموجودين بالمشافي. ترك الدنيا كلها. أنا بتمنى كنت شوف اليوم، بتمنى كنت شوف 1000 منتظر الزيدي وهن عم بيرموا أحذيتهم على هؤلاء السفراء، هؤلاء الصعاليك، هؤلاء العبيد. في محل لما مرقوا بإحدى المناطق بحما، رموا عليه البيض والبندورة. هذا ما بيجيبوا سيرته. أنا دريت أنه بصمة شباب سوريا قبل شوي كمان راحت بمظاهرة قبل قليل إلى السفارة، ولكن أدعو غدا يجب مطالبتنا عبر الفيسبوك، وأدعو كل رواد الفيسبوك اليوم، وأدعو كل الناس إلى حملة وطنية. هذه أكبر من حملة دعم للليرة السورية. هذه أكبر حملة أن يعتذر هذا الصعلوك من الشعب السوري. كل طفل تأذى اليوم، وكل مواطن تأذى اليوم. جرح الكرامة لا يساويه ثمن. يجب أن نبدأ بحملة، يجب أن نجبر هذا الصعلوك على أن يعتذر للشعب السوري، أن يعتذر لنا. هذه إساءة، هذا الشيء استفزنا احنا شيء بيستفزنا. اذا انت عندك قواعد امريكيه بتخاطب كل الاعراب الا سوريا لم تكن يوما معكم، وكانت في كل مراحلها كنتم تعتبرونها محور شر، وهذا ما قاله كلبكم بوش، كنتم تعتبرونها محور شر. فلا اعتقد انك تستطيع ان تتجول بمحور الشر بحريه. هون في شعب غير الشعوب اللي تعودت عليها، اللي بتعطيها اوامر. وانا من هون بدي أقول أنا ماني مع الإصلاحات، أنا ضد الإصلاحات. إذا عرفت أنه للسفير الأمريكي أو للسفير الفرنسي أي طرف أو أي ضغط بهذه الإصلاحات بدها مناخ آمن وطني. نحتاج إلى مناخ آمن وطني. أما يروح سفير أمريكي مشان يعرف شو عنا معتقلين وشو عنا موارد وشو عنا، والسفير يروح يزور المستشفى. في عنا مستشفيات كتير بالوطن العربي يلي قتلتهم القنابل الذكية الأمريكية بإمكان يروحوا يزوروها كانوا. طيب هلا إذا بنحكي بشيء قانونيا، يعني هلا مثلا السفير الأمريكي يعني هلا هو خالف الأعراف الدبلوماسية إذا ما نجي قانونيا بهذا الموضوع، بعد ما يعني عم بيقولوا عالم إنه تم استدعائه هلا من وزارة الخارجية السورية وتم تأنيبه، ولكن نحن لسه ما في هيك أشخاص عم يكتبوا على وزارة الخارجية ولكن تصرفاتها. ولكن نحن عم نحكي بموضوع القانوني، كيف ممكن يحاسب قانونيا هيك شخص؟ أنا قانوني الشعب، في قانون بيحكمه الشعب، في كرامة. هي كرامة شعب. أنا شو بأنبو وزير الخارجية بأنبو، أنا بطلب أنه يجب اعتذار رسمي من الشعب اللي تأذى اليوم. إذا أنت رحت تزور متظاهرين عددهم 100,000، في عندك 20 مليون واحد تأذوا، في أحرار بالعالم تأذوا، في شعوب في العالم تأذوا. أنا جتني تليفونات من برا
متأذية من هذا وعم تسأل عن هذا الموضوع، أنه معقول؟ أنا ما عم بصدق لحد هلأ هذا التصرف الأرعني اللي قام فيه السفير الأمريكي. أما من ناحية القانون لا، هذا تصرف جريء جدا، هذا تصرف جريء ووقح جدا. هو عم يتصرف على أنه إحنا يحكمنا الأعراب، هو عم يتصرف أنه إحنا عنا بالبحر قواعد أمريكية، هو عم يتصرف أنه فكر حاله أنه هو هذا مفكر حاله سفير بشي دولة تحكمها السفارة الأمريكية. لا، أنت سفير مثلك مثل أي سفير، تخضع للأنظمة والقوانين، لكن وقد حصل ما حصل فيحتاج الأمر أقل شيء اعتذار، إذا لم يكن هناك طرد أقل شيء اعتذار للشعب السوري. نحن مكفين معك أستاذ ياسر قشلق مؤسس حركة فلسطين حرة، ومكفين مع مستمعينا. وبس بدي نركز على موضوع أنه لما يعني تحاولوا تحاكونا أو تتواصلوا معنا إن كان بالمسجات أو بالاتصالات، أتمنى أنه يكون كل الموضوع أسئلة. يعني أنا بعرف في عندكم مداخلات كبيرة وحلوة مثل نفسياتكم الحلوة اللي عم يسمعونا جميعا والموجودين على صفحة كيف حاون حبايبنا، بس أتمنى منكم أسئلة يا جماعة. نحن مكفين معكم كيف حاون حبايبنا على هوا شام FM. أحمر لون الشهادة، أسود ويل الأعادي، على الأبيض قلب بلادي، يشمي نور ونجمي نار. أحمر لون الشهادة، أسود ويل الأعادي، على الأبيض قلب بلادي، يشمي نور ونجمي نار. على فوق المجد طلوع، الدم بيرخص لك وتموت، علمنا العالي المرفوع تبقى عنوان الأحرار. كسروك كم كسروك ليبنوا على ساقيك عرشا، وخبؤوك وأنكروك ليمدوا لديك جيشا، حطوك في بئر وقالوا لا تسلم، وأطلت حربك يا ابن أمي يا بشار، لأن هذه الأمة لا تعرف إلا فن الخطابة والقرار. لك عالشام، شام العز الما بتنام، عين بعينك ليل نهار. أحمر لون الشهادة، أسود ويل الأعادي، أحمر لون الشهادة، أسود ويل الأعادي، على الأبيض قلب بلادي، نجمي نور ونجمي نار. على فوق المجد الطلوع، الدم بيرخص لك وتموت، علمنا العالي المرفوع تبقى عنوان الأحرار. أحمر لون الشهادة، أسود ويل الأعادي، على الأبيض قلب بلادي، نجمي نور ونجمي نار. على فوق المجد طلوع، الدم بيرخص لك وتموت، علمنا العالي المرفوع مثل جبين ولا بشار. كفين معكم برنامجنا، برنامج كيف حالهم حبايبنا مع الأستاذ ياسر قشلق. هلا على سيرة هالغنية الحلوة كتير عن العلم السوري، رح يتم رفع علم أو رح يتم مد علم، لأنه نحكي بشكل يعني أظرف للموضوع. 16 كيلومتر طوله باللاذقية يوم الأحد بعد بكرة. 16 كيلومتر طول. أنا جولت بالمحافظات وشفت الشباب، التقيت مع شريحة كبيرة من الشباب. والله إذا بدي أقول لك من كل قلبي بحكي أنه وجدت أن كل شاب في هذا الوطن مبادرة. ولما أنا بقول للرئيس بشار الأسد نفطك شعبك، لا أخوة لك، لا أصدقاء، لا أشقاء، أنا ما عم بقول كلام شعر، عم بقول أنه بالفعل في شباب، وخاصة هؤلاء الشباب الذين لا يملكون الإمكانيات المادية الهائلة ولا يملكون الدعم المادي الهائل. الشباب اللي رفعوا العلم، يلي بدي حييهم، اللي رفعوا العلم في دمشق واللي راحوا رفعوا العلم بحلب. هؤلاء كمان الشباب الذين تعبوا والذين واصلوا الليل في النهار. وكرمهم السيد الرئيس أنه راح على الجلاء ولف العلم معهم، وهي لفتة كريمة كانت منه كتير رائعة. أنا بدي حيي هؤلاء الشباب جميعا، وحيي هؤلاء الشباب، كل شاب يستطيع أن يقوم بهذه المبادرة. الوطن اليوم يحتاجكم أيها الشباب. أنتم اليوم الذين تثبتون للعالم بأنكم أنتم نفط هذا البلد، وأنتم اليوم الذين تعطونا الفيتامين وتعطونا الدعم وتعطونا شيء لا يعرفه الغرب، لا يعرفه الآخر، لا يعرفه هؤلاء القنوات
بأننا استطعنا اكتشاف مواهب. هناك موهوب بالغناء وهناك موهوب بالتمثيل، ولكن أنا وجدت شبابا، ولا أستثني أحد من بصمة شباب سوريا إلى كل الشباب الذين قاموا، إلى الشباب الذين رفعوا العلم في دمشق، إلى بصمة الوفاء إلى سوريا. وجدت أن هؤلاء موهوبون بالوطنية، عندهم موهبة اسمها الوطنية، موهبة، عندهم ملكة، يتحدثون عن الوطنية، يتحدثون عن انتمائهم وحبهم لأرضهم، وهو واجب، ولكن فعلهم على الأرض، سهرهم بهذه الليالي، تحركاتهم عبر وهم أيضا عبروا عن حبهم، وهم أيضا كانوا كما هناك جيش يدافع عن الوطن، كانوا هم صمام الأمان للداخل بهذا الوعي الكبير. أنا عندما ذهبت وزرت مدينة حلب وزرت مدينة صدد، وشفت محبة الناس وتعلق الناس بأرضهم، وهذا التسامح الذي بينهم. لما زرت اللاذقية وزرت طرطوس وزرت هذه المناطق كلها، يعني سامحوني أني ما راح أعدد كلها، بس كل لقاءاتي مع الشباب ومع الصبايا كانت لقاءات أني أنا عن جد صدمت. وإذا كان لابد للسفير الأمريكي أن يصاب، وهؤلاء السفراء وهؤلاء القنوات أن يصابوا برعب من هؤلاء الشباب، هذا الجيل الذي سوف يأتي، أو هذا الجيل الذي عرف الحقيقة. روح شوف القهاوي يا سلام، أنا عم بشوف مشهد رائع. كنا نروح أقعد بالقهوة، وأنا ما كتير بقعد بالقهوة، بس هلأ عم بروح خصيصا لشوف نبض الشارع وين. شوفوا شلون بيتحدثوا عن سوريا، شوف عم بيتحدثوا لأول مرة شكرا لمن صنع لنا هذه المؤامرة. لأول مرة أعطوا لهذا الشباب كيف يكون عنده هذا الكبرياء، وأنه شايف حاله ببلده، شايف حاله بانتمائه، شايف حاله بسوريا. عملوا توحد، الشباب تعرفوا على بعضهم البعض، شباب المحافظات اللي ما كانوا يعرفوا مع بعضهم بعض. خلقت هذه الأزمة، أنتجت طاقات هائلة من الشباب. أرجو الالتفات إليها، أرجو استثمارها بالطريق الصح، أرجو هذا الوعي المتألق من كافة هؤلاء الشباب. كل شاب سلام عنده مبادرة، كل واحد بقعد معه بيكونوا 20 شاب، لما بيستفرد فيني واحد بتلاقي عنده مبادرة شي بياخد العقل. كل إنسان عنده مبادرة والله. ودي أحكي كلمة حق، للأسف بحرقة بأسف أولى أنه كافة هؤلاء الشباب ما بيملكوا الإمكانيات اللي بيملكوها بعض الذين استفادوا، وبعض المستفيدين، وبعض الفاسدين الذين ما زالوا يقفون في حزب التلة، الذين يقفون اليوم ما زالوا في حزب التلة، الذين لم يتحرك لهم شعرة، الذين لم يقوموا بأي مبادرة. هؤلاء الشباب الذين يستطيعون اليوم حماية سوريا. أنا مطمئن، أنا أصبحت بعد هذه الجولة التي قمت بها أنني أقول أنا مطمئن على الوطن سوريا. وأهم شيء أن هذا الوطن عرفوا قيمة الوطن. وأنا عندما كنت أخرج منذ بداية الأزمة وأقول لا تضيعوا من أيديكم وطن، لا تضيعوا من أيديكم وطن، هذا الانتماء بين الشاب وهذا تبادل الحب. يعني سوريا والشباب اليوم مختلفين. مين بيحب التاني أكتر؟ سوريا بتحب الشباب ولا الشباب بيحبوا سوريا أكتر؟ أنا ما بعرف، عبراهن على هؤلاء الشباب، لكل مراهناته، وأنا أراهن أن شباب المستقبل. أنا أتمنى أن يكون برلمان ظل، برلمان شبابي. أنا أتمنى أن يوحدوا الشباب كلهم مبادراتهم أن يكون مؤتمرهم وطنهم سوريا، هذا المؤتمر الوحيد. أتمنى حكومة شباب، لأن هؤلاء الشباب، شوف بدي أقول لك شغلة يا سلام. طلعت على اللاذقية، في شاب طلع لي الشناتي، فأجيت مسكت بدي أعطيه إكرامية، قال لي لا أستاذ ما باخد منك. قلت له ليش ما بتاخد؟ حاولت. قال لي لا أستاذ بكفي موقفك، هذا وزير، هذا يجب أن يكون وزير، هذا الشخص لك. هي الوطنية هي بأنه مدرسة تعلموها لك. هي الرسالة هي عبقولها، يا ريت تترجم.
هذا الحب لما إنسان عم يعطيهم بس موقف ويأخذ هذا الحب منه، هذا يا ريت يترجم هذا ويحطوه هذا الشاب. يا ريت هذا الشاب شوفوا يوما من الأيام وزير مو حمال شناتي. يا ريت مع احترامي لهذه المهنة لأنه يعمل بشرف، والعمل شرف والعمل عبادة، ولكن حبه لأرضه انتمائه لأرضه هذا كان عندي أفضل من 1000 رجل أعمال. وأنا كرجل أعمال عم بحكي، ومن 1000 رجل أعمال ما عم بيستطيعوا، خائفين مرتجفين لا يستطيعون. أنا تمنيت بها 3 أشهر 4 أشهر يكون عنا صار 400 قناة إعلامية، كل قناة بتكلف 100,000 يورو، بتسوى مثل هاي قناة اللي بيطلع فيها هذا الكلب العرعور، بيطلع 100,000 يورو بس بتطلع قناة إعلامية، ويطلع من هون من هون النبض. وهي مشكلتي مع الشعب السوري اليوم، هي مشكلتي مع الشعب السوري، انه كل ما اقتربنا وكل ما اشتغلنا اكثر بيجي واحد مثل هاد بيرجعنا للصفر، بيرجعني للصفر. قديش حسيت حالي صغير قدامه، انا حسيت حالي صغير قدام هذا الشاب. وكتير عندي قصص اني احكيها بالجولات اللي شفتها، شفت اشياء وانا ما حسنت وما عندي منبر وما بكفي المنبر تبعكم لاحكيه. وعلى سيرة الشباب، هلا أنا بدي ريحك شوي كمان على سيرة الشباب وعلى سيرة شباب بصمة شباب سوريا. معنا هلا على التليفون مباشرة معنا أنس محمد يونس، هو من إدارة شباب بصمة شباب سوريا، رئيس مجلس الإدارة. مساء الخير لك أنس، وأهلا وسهلا فيك على هوا شام اف ام ببرنامج كيف حالهم حبايبنا. يسعد مساك. أهلا وسهلا. مساء المنبر الحلو، خلي منبر ليك. المقاومة، منبر الحقيقة، منبر الصدق. يسعد تسلم. مساك استاذ ياسر خشلة. الله يسلمك حبيبي، شكرا لك. ما حنقول لك غير نحن يسعد مساك من بصمة شباب سوريا، ومن الشارع السوري، من الشباب السوري، من الخط السوري، من الموقف السوري، من اي شيء له علاقه بالشرف السوري. بنقول لك يسعد مساك، شكرا كثير لكلامك لوقفك. نحن فيما يخص السفير الامريكي، لانه جايين هيك شوي من غضب، لانه كان لنا دور بهذا الموضوع. خليني اقول لهم شغله، نحن كبصمه شباب سوريا كتبنا ايها الاخر من 140 يوم تقريبا، في مقطع بيقول فيه لعنة الله على كل من يعتري المنبر لاغراض شيطانيه، لعن الله كل من يشعل الفتنه. اليوم بنضيف بيت وبنقول لعنة الله عليك ايها السفير الحقير لمن يشتغل في الظلام وراء الكواليس. اليوم الحكومه الى تصرف رسمي مع مع السفير، هو نحن حرين، ولكن موقفنا نحن الشعبي، نحن بنستدعيه، نحن بنبهدله، ونحن بالبيض اليوم رويناه وبالبندوره، ونحن اليوم شباب بصمة شباب سوريا ما قصروا معه بحمص وبحمام. كمان اليوم نحن كنا عاملين حاجز على مدخل دمشق من 3 باصات، اكثر من 40 او 50 شاب ناطر هذا الحقير لحتى ياخذ جزاته من الشعب السوري، من الشباب السوري، من الحق السوري، من الشرف السوري. لانه لا هو ولا اي حدا في العالم ممكن انه يمس كرامه الشباب السوري والشعب السوري. صدقا هي ما شعارات، صدقا نحن قاضين نعمل المعجزات في ارضنا، نعمل المعجزات في ارضنا. بدي اقول لك كلمه صغيره استاذ ياسر، نحن بنشكرك على كل صوت بتحاول انك تعطينا هاي المعنويه. نحن بنستمد معنويتنا دائما باطلالاتك واطلالات الناس الشرفاء مثلك اللي وقفوا صح مع الموقف الصح، مع القائد الصح، مع النظام الصح، مع البلد الصح، مع الاصلاح الصح. شكرا كثير للمنبر الصح اللي انت فيه كمان. شكرا لك، شكرا لك. وهذا واجب، وهذا واجب، وشكرا لك، والله يقويكم. ولازم أنا بكره نعطينا ولازم بكره تبلشوا بالمطالبه. يحتاج الامر الى اعتذار من الشعب السوري لما هذه الزياره اثرت على كرامه كل سوري. نحن بطلب الامر ممكن نخيم تحت السفاره، نحن تحت سقف القانون اذا سمح لنا ان شاء الله نحن بنخيم تحت السفاره الى ان نحصل على الاعتذار. نحن نعرف انه اهلنا بحما عندهم مطالب قد يكون، وهن في حركه تظاهره، ولكن ابدا ما بيرضوا بان يكون السفير الامريكي هو من يعني بيتدخل بهالخيوط او بهالتفاصيل او وراء الكواليس. صديقي نحن نعرف أنس، انه اخذ حقه. ايه صديقي، نحن بس بدنا نرجع ننوه لموضوع انه قليله جدا هن اللي استقبلوه للسفير الامريكي وهن اللي فوتوه لجوا، بس اهل حما الموجودين هونيك في منهم رموا عليه البيض والبندوره وانفضوا من الساعه 3 واستنكروا الموضوع. ما حدا فوته الا من هم يحملون الجنسيه السوريه وليس سوري، يعني ما حدا استقبله الا الشخص
اللي حامل سلاح اللي الجيش عم يحاوره والجيش عم ياخذ حقه منه للشعب السوري. اما كشعب مسالم في حماة او مطالب باصلاحات او متظاهر، هذا شعب ابدا لا استقبل سفير امريكي ولا اي سفير لا اوروبي ولا امريكي ولا حتى عربي الا النظام الا الحكومه. تمام. اليوم احنا بنعرف بحماة انه عم يتحاور معهم في سلطه تشريعيه وتنفيذيه عم تحاور هالناس. ونحن كلياتنا تحت سما الوطن، نحن كلياتنا تحت سما الوطن صديقي. انا بدي اتشكرك كثير، وانا بدي كمان ادعي. هلا موجود عندي 14923 شخص بصفحه كيف حال حبايبنا. بدي اوجه كمان دعوه لكل الموجودين على الصفحه، وخصوصا الموجودين بدمشق، انه بكره يتوجهوا كمان للسفاره الامريكيه لحتى نقوم بهالاعتصام. شكرا لكم، شكرا استاذ ياسر غفار. شكرا شكرا لكل شريف عنكم. اهلا وسهلا يا انس، يا هلا فيك صديقي. وهذا القائد الذي قال لن أخجل عندما أقف مع المقاومة، ونحن لن نخجل عندما نقف اليوم مع في وجه هؤلاء الكلاب. كثير معكم على هوا شام اف ام، برنامجنا برنامج كيف حال حبايبنا. وكثير من التعليقات عم تجي عم تمدح فيك ساد ياسر على وطنيتك، على مواقفك الوطنية. كمان في عالم عم تقترح اقتراحات انه يكون الاعتصام امام وزارة الخارجية السورية ايضا حتى يتم طرد السفير الامريكي. وكثير من الاشخاص عم يبعثوا تعليقات، نوجه لهم كثير تحية. انا يعني بتمنى منكم تبعتوا لنا اسئلة كمان للاستاذ ياسر حتى تشاركوا معنا يعني وضع سلسلة معينة ضمن برنامجنا، لأنه بالنهاية برنامجنا حواري. حاب أشرح شغلة تفضل. للشباب. شوف، إحنا محتلين، يعني إحنا فلسطين محتلتها إسرائيل، ومع ذلك إحنا بنعتبر كل من يتعامل مع إسرائيل شو بنعتبره؟ خائن لقضيته. إحنا بنعتبر التعامل، أو حتى بنعتبر إحنا حتى المقاومة، لما قالت المقاومة إنه إحنا سوف نعترف بحدود 67، نحن كفلسطينيون لا نعترف. يعني أنا ما في شيء على الخريطة عندي اسمه إسرائيل، ما بشوف شيء اسمه إسرائيل. هي إسرائيل افتراضية بالنسبة لنا، افتراضية على قناة الجزيرة، افتراضية على الBBC. بشوف حاطين مثلث مكتوب عليه إسرائيل، بس أنا بعرف خريطة وطني، وبعرف أنه أنا علمت أولادي أنه هي اسمها فلسطين. ما عندي شيء اسمه إسرائيل. ومع ذلك أنا مثلا ما بتخيل يوما ما بتخيل، وإن شاء الله بموت قبل ما يجي هذا اليوم يلي يزور في سفارة أمريكية من أجل، تخيلها، لو أحصل على بيتي بصفد مع أنه أنا محتل. يعني هلا إذا بيقولوا لي أنا تفضل روح زور السفارة الأمريكية، أنا مثل ما قلت لك بعثت 3 رسائل لأوباما عبر الصحف. بعثت 3 رسائل لأوباما عم بهدلوا فيهم وكاتب له فيهم، وإذا بيحبوا الشباب يفوتوا عليهم، اسمها رسالة لاجئ إلى أبو حسين أوباما. صحيح، أنت دائما بتنادي له أبو حسين. هو متنكر لهالموضوع، متنكر لأنه بس أنا يا ريت يفوتوا يشوفوا 3 رسائل. لما اجى خبر على السفارة الأمريكية انه في رد من أوباما من البيت الأبيض، أنا يوميتها قلت لهم أنا خاطبتكم بالصحف، بتخاطبوني بالصحف، ما بزور سفارة أمريكية. وبعتبر حالي خنت عائلتي، خنت انتمائي عندما أزور سفارة أمريكية. أنا تصور وأنا تحت الاحتلال، يعني أنا تحت الاحتلال، أنا ماني عايش بوطن. شو تصوروا أنا عايش هلأ في فلسطين؟ أنا لو عايش في فلسطين مو طرد السفير الأمريكي ولا بدي هالعلاقة مع أمريكا. فإذا هون في مثلا أنا لما هيلين توماس كبيرة الصحفيين بالبيت الأبيض، بس لأنه أخذت كلمة مني، يا ريت كل الناس اليوم كمان تكتب هيلين توماس وياسر قشلاق بالإنجليزي، بيطلع القصة كاملة. أنه أنا قلت أنه هؤلاء نفايات بشرية يجب عودتهم إلى أرضهم. الإسرائيليين، أنا رئيس لجنة حق العودة، كتبت حق عودة اليهودي إلى أرضه. صادروا لي سفينة أولى وسفينة ثانية وسفينتي الثالثة ساعة مصادرة. فأنا عم بقول هذه السفن أحسن ما تصادروها يا إسرائيل، حطوا حالكم فيها وارجعوا فيها إلى بلادكم، إلى بولندا، متبرعين لكم فيها. روحوا على أمريكا. 4 مليون صعلوك بيروحوا بيعيشوا بأمريكا. يعني بالعكس نتنياهو هو الزعيم الأمريكي، يحطون عنده. صحيح. طيب. يسلمون ولاية، يعملوا يزيدون ولاية. اجت هيلين توماس وهي كبيرة الصحفيين البيت الأبيض، قالت انه قشلق عم يحكي صح، بس هالكلمة أبدت رأي بإنسان عم يكتب وجعه، عم يكتب انه انا أرضي مو موجودة، انا بدي بيتي بصفد، انا نضالي كلياته لانه بدي بيتي بصفد. انا عملت حركة فلسطين حرة مو مشان اكون فصيل فلسطيني، أنا حاجة عنا 18 فصيل، عنا 18 قبيلة.
أنا ماني فصيل يضاف على هذه الفصائل. أنا عم بحفر الصخر، مع أنه دائما بقول أنا مو ناقصني شيء، أنا فيني أعيش برفاهية وعايش برفاهية والحمد لله بفضل الله. بس أنا بدون وطن ما عم بحسن أعيش، ما عم بحسن أتنفس هوا، ما عم بحسن. كل يوم أنا عندي معاناة انه انا بدي ارجع على بيتي بصفد على حارة الجورة. انا ولدت بسوريا بس حافظ تفاصيل صفد وكأنه مثل اي منطقة بسوريا. هيك تعلمنا، هيك ورثنا من ابونا، هيك ورثنا من جدنا، وهي وصية ابي وهي وصية جدي بدي حافظ عليها. هي تعلقنا بارضنا. اسمعوني يا شباب، اسمعوني، انتو في شغلة مهمة كتير. خليني بس كمل لك انه هيلين توماس طردت من البيت الابيض، طردت هيلين توماس لأنه بس عقبت وقالت يمكن يطلع كلامه صح. أي حرية هدول بده يعطونا إياها. كبيرة الصحفيين صار 40 سنة صحفية بالبيت الأبيض تطرد لأنه عقبت على فلسطيني. مثل اللي لما صار تصفيق لنتنياهو، لما صار عند الكونغرس وبلشوا الشباب الطيبة يزقفوا له، في واحدة طلعت ضده رح زادوا التزقيف مشان ما تنسمع شو عم تحكي. امبارح باراك كان عم يسلم جسامين شهدائنا الأبرار. تخيل انه جسامين شهدائنا ما بيسلمونا اياهم. وكان في بعض الحاخامات الصعاليق من الطائفة اليهودية الخسيسة التي تحت الأرض عندهم رأي أن يرموا هذه الجثامين الطاهرة في البحر. تخيل، ما طلع بيان اتحاد العلماء المسلمين، ما طلع بيان من منظمة المؤتمر الإسلامي، ما طلع بيان من هؤلاء المؤتمرات المنافقين، ما طلع بيان من جامعة المنافقين العرب، ولا طلع بيان. تخيل أنت أنه بيرمونا بالبحر. تخيل وين وصلت طموح إسرائيل. تعرف ليش؟ لأنه إحنا صراعنا صراع وجود. هنن بدهم يمحوا من ذاكرتنا. لما هنن هلأ بيشوفوا فلسطيني، لما بيشوفوا فلسطيني، أنا كفلسطيني هلأ عم بقول أنا ما عندي وطن. أنا هوكو تشافيز هذا العروبي، بطل العروبة هوكو تشافيز، هذا القومي بطل المقاومة. ما بدكن إياها هيك نصير نحكي الامتداد القومي تبعي أنا ياسر. لما بيعطيني جنسية فنزويلية، بس أنا ما عم لاقي جنسية تناسب أو تجي على قياسي أو بقدر ألبسها مثل جنسيتي بصفد. بدي صفد. تخيل لما بيجي بيقولوا بدي حدود 67، أنا ما بعترف بشيء اسمه رام الله وغزة. أنا بدي صفد، أنا بدي حيفا، بدي يافا. مشان هيك عندهم مشكلة. احذر شو المشكلة؟ مشكلة مع الإسرائيليين، مشكلة مع القادة اللي عم بيروحوا هلأ يوقعوا، عم يخدعوهم. يا القائد اللي عم يوقع سلام مع إسرائيل عم يخدع الإسرائيلي، يا الإسرائيلي عم يخدع التاداك. إحنا ما رح ننسى. أنا بدي بيتي بحارة الجورة. أنا ما عندي طموح، أنا ما عندي طموح سياسي، وأنا بس بدي أنا طموحي إني أرجع على صفد. مستعد أترك كل شيء وأرجع على صفد. بدي أحمل هذه الهوية. بكلمة أقذر وأسفل أنا صفة حاملة كلمة لاجئ. وثيقة لاجئين، وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين. أنا مين قالكم أن أنا لاجئ فلسطيني؟ ليش أنا لاجئ وهذا اليهودي قاعد أخذ مواطن معه جواز سفر بيفوت على 82 دولة بدون فيزا؟ 82 دولة كلياتهم مشان الهولوكوست، وإحنا كل يوم عنا هولوكوست وممنوع نحمل إلا وثيقة سفر. ليش اليهودي مسمح له يفوت على كل دول الخليج وإحنا ممنوعين؟ ليش اليهودي مسمح له يفوت يسوي سياحة بشرم الشيخ وإحنا بدنا 1000 معاملة؟ وهذا السؤال برسم الثورة المصرية المباركة. ليش اليهودي هو أشرف مني ولا أنقم مني ولا أرقم مني؟ ما بيوصل لغبرة بصباطي. بس أنا بدي أقول كلمة، هذا أنا عبعري. اسمعوني يا شباب، لا تفوتوا بخدعة الأمم. مو لعبة الأمم، هي اسمها خدعة الأمم. اسمعوني يا جسر الشغور، انتوا هلأ كلمة اللاجئين السوريين عيب. إذا أنا عم ناضل عم بحفر الصخر وعم بحارب أعدائي الإسرائيليين، واللي أقل من أعدائي الوطنيين منهم، يلي تزعجهم مواقفي، تزعجهم جرأتي، تزعجهم صراحتي، يلي أقل من أعدائي، اللي أنا بسميهم أقل من أعدائي، اللي بحياتي ما رديت على واحد مثل منهم، إنه تزعجهم كلمة إنه ليش أنا بدي أنزع عن حالي هذه الصفة يلي أنا مو عاجبتني، صفة لاجئ. أنا ما بدي صفة لاجئ. أنا قلت لازم إحنا نعمل وثيقة عائد. إحنا اوعكم تفكروا يوما من الأيام إنه رح ننسى أرضنا. أنا لحالي، أنا بمثل عائلتي. تخيل، أنا يمكن ما بمثل الشعب الفلسطيني، أنا بمثل تطلعات الشباب الفلسطيني.
تطلعات الشباب الفلسطيني. في شباب، في ابني عمره 10 سنين، ابني عمره 10 سنين اسمه مجد ابني عمره 10 سنين. قل له شو من وين انت؟ بيقول لك انا من صفد. من انو حاره من صفد؟ بيقول لك انا من حاره الجوره. تخيل احنا اولادنا هيك عم نربيهم وهيك عم نعلمهم. تجوا انتم هلا السوريين تطلعوا تصيروا لاجئين ليه؟ مشان حليب الانوروا. لحد هلا احنا عنا اسمها هيئة الإغاثة. طب عنا 450 ألف لاجئ بلبنان. هدول رهائن الطوائف، رهائن حرب، أخذينهم رهائن تسوية، رهائن الدين اللبناني. دائما الفلسطيني بالتسوية. تخيل أنه ببرج البراجنة طلبنا إذن. شو بدنا نسوي يا سلام؟ حزورة للشباب. شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمر شو؟ تفضل. حزورة للشباب. شو بدنا نعمر برج البراجنة؟ بدنا نعمر شو؟ مقبرة. لكي إذا مات الفلسطيني أن يجد أرضا وسع من أرض. ما في، ممنوع. بده يشتغل الفلسطيني ممنوع. ومسموح اليهودي يشتغل، ومسموح الفرنسي اليهودي اللي حامل جواز فرنسي أن يدخل إلى هذه الأراضي. مسموح اليهودي أن يذهب إلى كل أنحاء العالم. نعتبره مفكر إنه هذا مفكر صهيوني، هذا مفكر يهودي، هذا اليهودي معي. لا، تخيل إنه إحنا ممنوع العمل، ممنوع حقوق الإنسان لنا. وطلعوا بعض المنافقين في لبنان وبعض المرتزقين في لبنان عم يطالبوا بالحالة الإنسانية، بإنقاذ الشعب السوري إنسانيا. بعض هؤلاء القردة عم بيقولوا انه الحالة الإنسانية. ما صاروا الفلسطينيين عنكم 40 سنة، ليش ما عملتوا لهم حالة إنسانية؟ ليش بيتخرج محامي؟ عنا 3000 طالب بالجامعة الأمريكية، وعنا 400 طالب بالجامعة العربية. هدول كل واحد بيشتغل يا خطيته، ممنوع يعمل، ممنوع له العمل. عرفت ليش بنحب سوريا؟ احنا اخذنا حقوقنا هون احنا كمواطنين. انت اوعك تفكر لا جنسية فنزويلية بتخليني أنا لحد هلأ هوكوت شافيز صار بعد 20 دعوة مشان نزور فنزويلا، ما رح أخذ جنسيتي الفنزويلا. بس مجرد إني اعتبرت هوكوت شافيز. بشو عطانا هوكوت شافيز؟ لك موقف، لك بس وقف وقت حرب غزة وقال نحن مع هذا الشعب بس. لك يا أخي اشترونا بهالمواقف يا أخي. العرب صاروا يخجلوا يقولوا إنه إحنا مع الفلسطينيين. العرب صاروا ينقوا كلمات قبل ما يسبوا الرب الذي يعبدونه إسرائيل، لأنهم يعبدون قيدهم وعدوهم. إحنا عم نقول لما أنا أطلقت نداء للاجئين شسر الشغور إنكم عودوا قبل أن تصبحوا في لعبة الأمم لاجئين، ما هيك عملوا بجدي؟ قالوا له أسبوع اطلع، أسبوع ولا لست اتركي هالذهبات أحسن ما ياخذوهم قطاعين الطرق. ومات جدي على حلم العودة، وماتت ستي على حلم العودة، ومات أبي. بس هذا الشيء ما بيخلينا لك أنا بسوريا ما قدرت أحضر جنازة لأول مرة بكشفها، حكشفها عندك لأول مرة. أنا ما حسنت أحضر جنازة والدي وهي حرقة بقلبي بسبب الاضطهاد التي مورس علي من بعض الناس هون بسوريا، بسبب الاضطهاد وبسبب الحقارة اللي مورست علي من بعض. بس أنا كنت بال2005 هل أستطيع أن أكون ضد نفسي؟ هل أستطيع أن أكون ضد وطني؟ هل كنت أستطيع أن ألجأ إلى أي سفارة؟ لا، معلش عشت لحتى زال هذا الظلم. وأنا لحد هلأ في عندي غصة أني أنا ما حضرت جنازة أبي ولم أزر قبره إلى اليوم، لأني أنا عندي حلم أن أنفذ وعدا قطعته عليه بآخر كلمة قالها. قولوا لياسر أنه ما حضرت أحضر جنازته. بحرب تموز مات، بأول يوم بحرب تموز. ضلتني 33 يوم بحرب تموز وأنا عامل هيئة إغاثة لوحدي. كل التحركات اللي سويتها لوحدي. كان عنده شغل الوالد قال لي قايلون قولوا لياسر أنه لا يتركني إذا رجع على صفد. عندي حلم أني حقق وصية والدي غصم عن الراس محمود عباس وفتح وكل المقاومين، وغصم عن الراس كل الإسرائيليين، وغصب عن الراس كل العرب. يجب أن أحمل هذا الرفات من هنا وأن أحضر جنازته وأن أقبل التعزية، وأقول للذين حرموني من هذه التعزية الحقيقية في بيتي في صفد. لن أتنازل عن هذا الحلم، وهذه وصيتي لأولادي وأولاد أولادي.
اصحكم تفكروا في يوم من الأيام، انكم تفكروا في يوم من الأيام، اصحكم يا يهود، اصحكم يخدعوكم هدلون العرب ويقولوا لكم في سلام. انتم مجتمع بني على العنف، بس اصحكم يخدعوكم قادتنا ويقولوا لكم إذا وقعنا السلام الشعب. لا والله لا يوقع الشعب الفلسطيني كلياته، ما بوقع أنا إلا بيتي، أنا إلا بيتي، وممنوع حدا يوقع عني. حتى اتفاق أوسلو أنا اعتبرته خيانة وسرقة موصوفة، ممنوع حدا يوقع عن بيتي. وهي رسالة أرجو كل أهلنا وكل أحبائي الذين موجودين اليوم لاجئين بتركيا، اسمعوني شو عم بحكي لكم مزبوط. عيب تكونوا لاجئين بالوقت اللي احنا صرنا 60 سنة لاجئين عم نحاول نكبها بزبالة هالكلمة. أنا كل ما بشوف جواز سفري ببزق عليه، أنا كل ما بشوف هويتي ببزق عليه. هاي مو هويتي، هاي مو هويتي مكتوب عليها لاجئ. أنا مواطن فلسطيني، بدي أكون بس مواطن فلسطيني. أنا ما بيشرفني أحمل جنسية فنزويلية مع احترامي اللي أعطوني إياها، ولا بيشرفني إني أحمل إلا هويتي الفلسطينية. ورح ضلني ناضل، ورح ضلني ناضل، ورح ضلني قاتل وأحفر الصخر، ورح ضل مواقفي هي مواقفي. مشان تفهموا، مو انتوا وتتخلوا عن وطنكم اليوم مشان تصيروا لاجئين عند هيئة الأمم المتحدة. بكره جايبيكم الحليب، وبعد بكره جايبيكم إغاثة، وبعد بكره كيسين رز. مو الحياة مو كلها طعام. أنا بعيني شفتها بحرب تموز، الإغاثة اللي اجت من تيار المستقبل دعسوا عليهم أهلنا بالجنوب اللبناني اللي كانوا موجودين بمنطقة بحمدون. لكن أنا قدام عيني شفتوا شعب يدعسوا على الإغاثة لأنهم شرفاء، ولأنه عندهم واحد اسمه حسن نصر الله. عيب اليوم أنا أشوف أنه عالم حزب الله يحرق. عيب أن أشوف صورة حسن نصر الله تحرق. وين؟ بسوريا. عيب لو في مجلس نواب احنا عنا مفروض نسوي قانون العيب انه نحاسب دوني بقانون العيب. بضلهم اهلنا، بس عيب تحرقوها. عيب انكم العلم الاسرائيلي، عيب انه يرتفع بوطن. انا اذا بيرتفع العلم الاسرائيلي بسوريا بغادر ثاني يوم. انا ما بفوت على بلد فيه علم اسرائيلي، ولم ازر بلد فيه علم اسرائيلي. انا عم بستنى احمد داوود اغلو اللي يجي على سوريا لروح لعنده شخصيا. لا بدي اتظاهر ولا بدي اروح شيء، انا رايح لعنده شخصيا انا واولادي. واطالب احمد داوود اغلو ان يطرد السفير الاسرائيلي، ليس انسجاما فقط معي، بل انسجاما مع الشهداء الاتراك الذين سقطوا في مرمرة، انسجاما مع ان نتنياهو رفض ان يعتذر للشعب التركي العظيم. 70 مليون رفض واحد صعلوك يعتذر منهم. عيب تكونوا لاجئين بجسر الشغور. لك رجعوا أسرى. يا ريت إسرائيل ياخذوني أسرى بس عيش بوطني. لك أنا بس بروح واحد على غزة، بروح واحد على صفد. لك أنا جابوا لي شريط فيديو على صفد، عدد تقريبا شهر كل يوم حطوا شريط الفيديو، وكل يوم من اختيار لاختيار نط عن اختيارات العيلة تبعيتنا. أنا حفيد حجو خرمة، أنا حفيد عبد الغني حمود، أنا هدلون أجدادي اللي تاركين إلي الورثة. حجو خرمة كان من قائدة الثورة. أنا ابن عائلة فيها 6 شهداء. أنا برتكب خيانة لما بروح على السفارة الأمريكية، برتكب خيانة لما أنا بتنازل أو بوقع باسمي إني بيع بيتي بصفد. لا، أنا برتكب خيانة لما برضى بكلمة لاجئ. أنا رافض كلمة لاجئ، وما بيشرفني أني أحمل هذه الكلمة. تجوا أنتوا اليوم تروحوا برجليكم وتقاتلوا وتقوصوا وتقيموا لتقعدوا بخيمة، وتصيروا لاجئين عند مين؟ ما في أحن من الأرض يا جماعة، ما في أحن من أرضك. لك رجع معتقل، لك رجعوا يعتقلوك، ولا تكون اسمك لاجئ، اسمك معتقل. أشرف يكون اسمك لاجئ. هي أقذر كلمة حملناها بحياتنا. ليكو هيئة الإغاثة، احنا عندنا بسلطة فلسطينية، عندنا وزير للتسول بس ما عندنا وزير دفاع. كل الشعب الفلسطيني هلا، كل الشعب الفلسطيني آسرينه أمة عربية. هي هلا الحمد لله اللي خلصنا منها هذه الأمة العربية، والحمد لله اللي خلصنا من القمة العربية، والحمد لله اللي خلصنا جامعة الدول العربية. أمة ماشي مثل مسلسل ضايعة، هي اسمها أمة ضايعة. هي بهذا الضياع أنا بدي ضيع؟ لا، بهذا الضياع في عندي ثوابت. مشان هيك أنا بقول لأهلنا بجسر الشغور، نزعوا عنكم هي صفة كلمة لاجئ. خذوا أي صفة بس لا تقولوا لاجئ. لك احنا يا جماعة هاي الكلمة بتأذينا. انا بروح على الحدود كتبت فلسطيني، قال لي شو جنسيتك؟ قلت له فلسطيني. قال لي اكتب لاجئ فلسطيني. قلت له يا اخي انا فلسطيني ما بكتب كلمة لاجئ. قال لا بدك تكتب فلسطيني سوري. قلت له يا اخي انا بدك تكتب لاجئ فلسطيني. قلت له يا اخي ما بدي اكتب لاجئ، انا ماني معترف اني انا لاجئ، انا معتبر حالي ضيف. اي نعم ضيف. مثل ما قالوا جيوش العربية، من حولني لاجئا عليه أن يتحمل كلامي اليوم. معلش أنا عم بقصوا على الأعراب.
انتوا كنتوا تدفعوا الثمن. شفتوا الاعراب هدلون عملاء امريكا، واحد امبارح شاوينه، شفتوا علي عبد الله صالح، والثاني متخبي تحت الارض، والثالث بالسجن. هاي الثورات، امريكا لما اخترعت هاي الثورات مشان نفهم شغله، امريكا دعمت التحركات الشعبيه هي كلياتها لامكانيه السيطره عليها. شوفوا مصر وين رايحه مصر، شوفوا مصر وين الثوره، بيعرف وين رايحه. وين الثوره بمصر؟ ليش الثوره بمصر انكسرت قدام معبر رفح؟ وين مصر؟ وين الثوره بمصر؟ وين ميدان التحرير؟ وين شباب ميدان التحرير؟ سؤال، وين شباب ميدان التحرير يا حرام؟ روحوهم. ولا عم بيقتلوا ببعض وقلبوا الطائفيه، وانقلبت الطائفيه، وتونس واليمن وكل وسائل الاعلام بتركز على اسم ثوره الشباب. تخيل انتم، شوفوا الخدعه، ثوره الشباب وليس ثوره احزاب. وامريكا تعرف ان احزاب المعارضه مهترئه وغير قادره على الحكم، حتى الاخوان. مشان هيك بتلاقيهم امريكا لا تريد ثوره بقائد، مستحيل. لعبه في ليبيا، لعبه في اليمن، لعبه في مصر، ولعبه في تونس. لا تريد لا ثورة بقائد ولا ثورة ببرنامج، ولا تريد أي هدف ولا أي مضمون. وشعار إسقاط النظام يعني الذهاب إلى اللا نظام وليس إلى نظام بديل. إنه إحنا مفروض هلأ إحنا نكون مثل مصر. أنا قلت لكم من بداية الأحداث، من أول ظهور لي في هذه القنوات، قلت لكم كل ما يجري اليوم. لكن أنا هلأ صرت بدي أقول لكم شغلة كتير مهمة. بعد اللي شفته مطالبين، وهذه نصيحة، أن نسأل المعارضة عن الأرضية الوطنية وبرنامجها الوطني. الموضوع ما عاد موضوع إصلاحات، حاجة نضحك على بعض. برجع بكرر، فات الذئب لعند الغنمة وهي عم تتحمم، قال لها ليش غبرتي علي؟ قالت له شلون بدي أغبر عليكم نازلة هالمي كلها علي، كلني وخلصني. عرفت كيف؟ هي الإصلاحات، وهي إنه نريد الإصلاحات ونريد الحرية، لكن الحرية والعدالة ما بيحققها إلا واحد، حزير مين هو الله بس. أعطيني دولة بهذا العالم، بهذه الكرة الأرضية فيها حرية وعدالة. ما في دولة استطاعت. مشان هيك البروتوكول حكماء صهيون الإسرائيليين رموا لنا هذه كرة النار، ما يدعى حرية وما يدعى عدالة، لكي نلهث وراءه وهم يعلمون أننا لن نصل إليها. أي حرية وعدالة؟ وين في حرية وعدالة؟ أعطوني مجتمع لحتى أخذوا نموذج أنه هذا حقق الحرية والعدالة. في حرية لكن بالشروط، بدك تعرف هذا الشرط مشان تقدر تنفذ الحرية. في عدالة لكن ما عدالة مطلقة. العدالة مطلقة فقط أخذ الله تعالى فقط. ما في شيء مطلق بالحياة غير رب العالمين، وهي العالم كتير بدها تنتبه عليها. ايه طبعا. فإحنا ببرنامجنا هلأ المعارضة مفروض تقدم هلأ برنامجها الوطني قبل الإصلاحات، برنامج التعامل مع الخارج كيف يكون. مفروض من المعارضة أن يكون عندها كلمة أن عدونا هو إسرائيل وعدونا هي أمريكا. أنا هون ساعتها بمشي مع هذا الحوار. أما أنه أنا معارضة الإصلاحات كذبة، خلاص هذا عنوان وتحته التفاصيل كلياتها. أنا ما بدهم إصلاحات، بدهم شيء اللي عبيرسون. يا حبيبي تعال أقول لك شغلة. أفضل نتائج أردوغان اللي أخذها قديش؟ ما منيح نموذج تركيا؟ طيب أفضل نتائج 50% تقريبا، يعني قديش في ضده؟ النص. طيب إذن إحنا لما بدي شوف النص، كمال أتاتورك كان أشد المحاربين للفكر الإسلامي، مو المستنير. والشعب التركي شعب مسلم بامتياز. سؤال، لماذا يضعون صوره إلى هذه اللحظة في بيوتهم؟ صحيح. لما أنا بدي أشوف أنه بتكسر تمثال السيد الرئيس حافظ الأسد، بدي أتذكر أتاتورك. في رمز بالموضوع، في رمز، حاجة ما حدا. أوعك سلام، حتى أنت دير بالك، أوعك حدا يصنفك. أنت سوري عم بتقول رأيك مثل ما هو عم بيقول رأيه. أنت سوري عم بتقول رأيك. ما في واحد يقول عنه بوق للنظام وواحد غير بوق للنظام. لشو أنا بدي أكون بوق للنظام؟ شو بدي يصير آخر شيء؟ شو بدي يعطيني النظام؟ شو بدي يعطيني؟ وزير ممنوع، نائب ممنوع. شو بدي يصير أنا؟ ولا بدي يصير شيء. ما عندي ولا امتياز أخذه بهالبلد. وهي أنا عم بحكي على الهوا. إذا في شيء بنك بهالبلد أخذ من عنده قرض، أو إذا في شيء حدا أخذ من عنده، أو بيعرف إنه ياسر قشلق أخذ امتياز من هذا البلد، يجي يحاسبني. أنا كل شيء بهالبلد إلي هالشنتاية السفر، بعمل حالي بمشي على أي بلد، بس في انتماء، في وطن.
أكبر مني هذا الوطن. حاجة يحكوا لنا أنه بوق، لما بنحكي من قلبنا. أنا بشوف تكسير تمثال السيد الرئيس، هذا رمز. أتاتورك أردوغان الإسلامي ما نجح بالانتخابات إلا لحط صورة أتاتورك قدام صورته لحتى نجح بالانتخابات. لك افهموا وين رايحين، لك افهموا وين رايحين، فهموا كمعارضة وفهموا كشعب وفهموا هالأمور كلياتها. أردوغان حط صورة أتاتورك اللي كان ضده كفكر إسلامي. لكن اللي قلت لكم إياه بالسابق لما أنا قلت إنه توقع الديل مع الإخوان المسلمين في تركيا بالشهر الرابع لكي نتخلص من الإسلام الإرهابي ونأتي بإسلام جديد، ما حدا صدق. امبارح على الجزيرة عند السيد وضاح خنفر أحد أعضاء الإخوان المسلمين، بدأوا الإخوان المسلمين بفتح قنوات مع مين؟ مع أمريكا. وهي مشكلتنا إحنا بالحركات الإسلامية، أنه عنده انفصام بالشخصية، مفكرين حالهم أنه هن محور الكون، نسيانين أنه هن عايشين بعالم متغير، نسيانين أنه أنت عايش بعالم تاريخ وجغرافيا، بتحكموا تاريخ وجغرافيا، نسيان أنت حقائق الأرض وحقائق التاريخ، نسيان أنك أنت أمام عالم فيه الصين، أمام عالم فيه الاتحاد السوفيتي، أمام عالم فيه الهند. هل يجرؤ السفير الأمريكي مثلا أن يذهب إلى مظاهرة في الصين؟ هل يجرؤ أن يذهب إلى مظاهرة في ماليزيا وهي دولة إسلامية؟ هل نستطيع أن نقول للإخوان المسلمين أعطونا نموذج ماليزيا؟ أعطونا نموذج ماليزيا. ممنوع. فإذا أنت العالم متغير، أنت في عندك مليار ملحد بالعالم، عندك مليار ملحد بالعالم، مليار. إيه من الصين في مليار ملحد بالعالم. مشكلة الغرب والإسلاميين فكروا الاثنين فاكرين حالهم عم بيضحكوا على التانيين، وهن اثنين عايشين انتم بعالم متغير، في متغيرات وتغير العالم، في تسونامي حواليك، في تسونامي ما عاد يمشي حاله. احنا نعم سوريا يجب ان تتغير، لكن نحو شو؟ نحو عدم، مو عدم انتماء الى وطن، بدنا ننتمي اول شيء للوطن. مش هيك انا عم بقول لك مبادرة واكتشاف الثروات الحقيقية في هذا الوطن، التحركات مبادرات الشبابية في هذا الوطن، هو هذا اللي عم يخلي هلا هو هذا السياج الوطن. نعم عنا ضعف إعلامي، عنا ضعف هون وعنا ضعف هون، لكن أنا لساتني رح أعول على جيل الشباب اللي طلع اليوم، على الجيل اللي رفع العلم، على الجيل اللي انتمى للعلم. من أول يوم أنا قلت استراد المزة هذا كان لازم مفروض كل بيوتنا تنزل من عليه العلم السوري. أعطوا صورة لبرا أنكم أنتم منتمين لعلم. يا رجل بأمريكا اللي عمر حضارتها 200 سنة ما عندهم شيء ينتموا له. حتى جائزة نوبل لما بتحصل عليها اللي واقفين كل مثقفين، تعرف المثقف بس يمدح اليهود شوي يمدح السلام شوي بيطرقوا جائزة. شغلة كبيرة. أهم شغلة يكون عندك انتماء للعلم الأمريكي. الجندي الأمريكي عنده انتماء للعلم الأمريكي، حتى بأفلامهم دائما بيقدسوا العلم الأمريكي، بيعتبروه هو الرمز لأنه ما عندهم شيء تاني. فإذا نرجع لموضوعنا، الاختلاف بين أردوغان وبين أتاتورك كبير في مساحة كبيرة، بس فاز بالانتخابات. ديل الإخوان المسلمين وفتحه أنه نحن نستطيع أن نكون بديل هذه الأنظمة، بس أمريكا عم تضحك عليهم. أعطيني أمريكا شو عملت بشاه إيران؟ يعني هل يستطيع أحد الإخوان المسلمين ولا حسني مبارك ولا زين العابدين ولا علي عبد الله صالح أن يكون خادما لأمريكا كشاه إيران؟ مستحيل حدا يستطيع أنه يقدم لأمريكا كما قدم لها شاه إيران. ومع ذلك رموه وطردوا أولاده، ما خلوه يدرسوا بأمريكا، يعني حتى لأولاده ما عطوه، مثل ما عملوا بحسني مبارك. وهلأ حسني مبارك يعني حسني مبارك شو بدهم يعمل لهم أكثر من هيك؟ ومع ذلك هم الآن يريدون من مصر ليبيا صارت 2. خلص أنت مصدق أنه هن مو حتى يجيبوا القذافي؟ القذافي موجود، طائرة واحدة يقودها طفل بيطلع بيقصف القذافي بضله راجع. هن في لعبة بجوز العالم ما بتعرفها، انه وهي حطوها على فكرة ضمن، بجوز احيانا بيستغربوا العالم، بس في فيلم بجوز كتير من العالم ما حضرته لنيكولاس كيج، له علاقة بانه رجل بيكون ببيع الأسلحة والشراء، بيروح بيدور على عالم عم يقتتلوا، بيجوا بدهم يعملوا هدنة من بعض، بيروح لعند دوك لا بدهم يهجموا عليكم لازم تشتروا سلاح، بيروح لعند العالم الآخرين لا لازم تشتروا سلاح وحتى تقدروا تردوا. الموضوع انه طول ما في بؤر للحرب هن عم بيسوقوا بضاعتهم، عم بيبيعوا أسلحة. إذا ما باعوا أسلحة ما بيستفيدوا. كتير نقطة هامة حطيت إيدك عليها. كل القصف حلف الناتو كلها عم بيقصف شو؟ الجيش الليبي. وين في دبابات، وين في طيارات، وين في كذا لتسويق سلعهم. أنت أمام عالم رأسمالي متوحش بدهم يبيعوا إجباري. أنت أمام عالم لا رحمة فيه للضعيف. بدهم شوف بسوريا كل الصحف اللي عم تابعها في مقال مهم جدا، أنا يا ريت
كون جايبه معي بورائي، بس ضروري هذا قريته بجريدة الحياة. طيب نحن بهالوقت خلينا نريح الشيء من عند باسل طبعا. لبين ما نشوف المقال. نحن مكفين أكيد معكم على الهواء شمال. نتوق إلى اليوم الذي سوف نعود به إلى أرضنا، نعود به إلى أرضنا لندوس على قبر بن غوريون ونقول له لن ننسى، لن ننسى. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية أستاذ ياسر. أنا بس ما بعرف إذا لقيتها هي اللي كنت عم تدور عليها قبل ما فوت بالموضوع. بس هو مقال خليل العاني. تفضل. شوف أهم شغلة بيقول فيها، والآن إذا ذهبت إلى الأطراف التي أشعلت الثورة من سيدي بوزيد إلى ضواحي القاهرة والسويس وبني سويف والمحلة، ستجد الأحوال كما هي إن لم تكن قد ازدادت سوءا بعد الثورة. في سوق سيدي أبو زيد ستجد عربة الخضار، يعني قصده على أبو عزيز تمام، نفسها التي كان يقف خلفها قبل أن يشعل النار في نفسه ويشعل معه ثورات الربيع العربي. ستجد أبو عزيز آخر بنفس الملامح وهيئته الرثة. وفي ضواحي القاهرة والسويس ستعثر أقدامك في عشش الصفيح وعشوائيات حي الأربعين الذي شهد أول ضحايا الثورة المصرية، وستجد نفس العائلات الفقيرة والوجوه البائسة التي أشعلت الثورة. وراح تشوف البلطجية نفسهم كمان. إذن هون نشوف هون الخطر وين. شباب الثورة باتوا أشباحا لا نعرف هويتهم وحقيقتهم، وشيوخها يعانون مراهقة سياسية. في مصر عقدت 3 مؤتمرات للحوار، كلها تدعي المعرفة والجدارة بالنظر في أمور الوطن، وكلها تتحدث باسم جماهير الثورة وشبابها، في حين يدورها بقايا جيل ثورتي 1919 و 1952. يعني يا حرام، اللي عملوا الثورة راحوا على بيوتهم صاروا أشباح، اللي اجوا أخذوا الثورة بقايا 1919. المؤتمر الأول حمل عنوان الحوار الوطني. مين يديره؟ يديره عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق قبل 40 سنة، مواليد 1923، يعني عمره 88 سنة. تخيلوا هلا هذا فات ب 89. وكانت إدارته للحوار أشبه بدردشة عائلية. والمؤتمر الثاني حمل عنوان الوفاق القومي، يديره يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الحالي ووزير الدولة لشؤون مجلس وزراء في عهد مبارك، مواليد 1930، أي عمره قديش؟ 81 سنة. سمعانين؟ والذي يدير الحوار وفق منطق استفرادي واستعلائي لا مكان فيه للحوار أصلا. الأول حجازي ادعى أنه شارك في الثورة، هدول شباب الثورة على أساس قال شارك بالثورة. حزير من وين؟ من خلال نافذة بيته التي تطل على كوبري قصر النيل وميدان التحرير. والثاني الجمال يصف نفسه بحامي حمى الثورة المصرية، وأنه جبل لا يتزعزع، في إشارة إلى الأصوات التي تنادي بإقالته. أما المؤتمر الثالث فقد حمل عنوان مؤتمر مصر الأول، وأداره المهندس ممدوح حمزة، مواليد 47، يعني عمره 64 سنة، وقد أدار الحوار على طريقة التسلية في أوقات الفراغ. يعني أصبحت من ثورة الربيع العربي إلى ثورة البروستات، يعني كلهم بروستات. المتحاورون يمثلون نفس الوجوه القديمة، والهابطون من فوق منصات ميدان التحرير بعضهم أخرجته الثورة من غياهب النسيان، يعني هذول كانوا منسيين، وبعضهم لم نسمع عنه إلا عبر الفضائيات. التغيير فقط هو في الأسماء والوجوه وليس في طريقة اختيار المتشاركين. طب تونس مين اللي ما لساته؟ فؤاد المبزغ، 78 عام، رئيسا للجمهورية بأمر الواقع، في حين يتولى رئاسة الوزارة الباجي قائد السبيسي 85 سنة، وكلاهما من بقايا العهد الكولونيلي. وحتى الآن لم يحدث في تونس أي تغيير حقيقي يمكن أن يترجم الثورة إلى واقع. وهي بين قوسين شباب الثورة، شباب الصغير في عمره 80 سنة. ولساعتنا عم نقول ربيع العربي، هذا اسمه البروستات العربي، هذا اسمه يعني ما احنا عنا نفس المعاناة نحن كفلسطينيين، انه بيضل الواحد، يعني احنا بقاموسنا النضالي كلياته في كلمة مناضل وفي كلمة مقاوم وفي كلمة عميد وفي شو بدك كلمات الا كلمة استقالة. ممنوع حد يستقيل، ممنوع نعطي الدور للشباب. عرفت كيف؟ فاحنا لا، احنا اذا هذا هو الربيع العربي لا. وخاصة لما بدي اشوف انه انا عندي امام نتنياهو بيطلع بيمدح الربيع العربي، اوباما عم يمدح الربيع العربي، اذا هذا هو الربيع العربي اللي عم يبشر في نتنياهو اوباما، انا ضد الربيع. انا بحب يسلخوا لنا فصل الربيع كله اذا بدهم يدعوا انه هو اللي عندهم. في معي اتصال. الو الو. ايوه انا مرحبا. يا هلا، مين معي؟
أنا الصيدلانية ندى الصباغ. أهلا وسهلا يا ندى. تفضلي ندى، شو سؤالك للأستاذ ياسر؟ أول شيء بحب أشكر هشام اف ام على استضافتها للإنسان الوطني الصادق ياسر قشلق. أهلا وسهلا. وحابة أعرف ليش ما عم يظهر على الإعلام السوري المرئي وعلى قناة الدنيا؟ يعني نحن مو معقول كمجموعة شباب عم نحاول نلحقه من محافظة لمحافظة لنسمع كلامه القيم، لأنه بصراحة هو إنسان كتير واعي وعم يسمي الأمور بمسمياتها بهالمرحلة وبهالأزمة، وعم يشرح لنا اللي عم بيصير على الضبط. وأنا عملت مجموعة على الفيسبوك وطلبت فيها إنه يظهر على الإعلام السوري وقناة الدنيا. هو أنا محتكره ببرنامجي، عرفتي كيف هذا الموضوع. شكرا لقناة اف ام. وبصراحة إنه يعني هو الإعلام المرئي بضل له تأثير أقوى من الإعلام المسموع، مع احترامنا لشام اف ام وشكرنا كثير إلها. طيب أوكي. لأنه أنا عم حاول أطلب من رفقاتي إنه يسمعوا شام اف ام. يعني الغالبية التركيز على الإعلام المرئي مو كان نحن كمجموعة شباب وصيادلة وهيك كلهم إنه عم بيحاولوا يتابعوا كل شيء، يعني على كل القنوات. أنا بجوز القنوات. بخالفك بالرأي بس أكيد بحترم رأيك. تسلم يا رب. بس في شغلة إنه أنا بدي هذا الكلام يعني يكون لكل شرائح المجتمع. تمام. أنا كنت عفوا شو الاسم؟ ندى. ندى. أنسى ندى. أنا كنت قبل فترة كنت حابب أطلع قناة الدنيا وقناة الفضائية السورية. تمام. بس هلأ طبعا أصريت أنا أني بطلع بس على قناة الشام اف ام. بعد أطلع لا على هاي القناة ولا على هاي القناة، لأنه في القنوات وخاصة مع سلام، يعني أنا طلبته بالاسم سلام، عرفت كيف؟ لأنه في عليه هجمة أنه هو بوق للنظام، وأنا بحب الأبواق، عرفت كيف؟ بحب خاصة إذا كان بوق وطني. هذا من جهة. من جهة تانية بدي أقول لك شيء. المشكلة بإعلامنا أنه إذا هلأ طلعتي انتقدتي وزير في 1000 جهة بتقيمي قيامتك، عرفت كيف؟ بس مطلوب من الشعب السوري ضل قاعد على قناة الجزيرة والعربية والبي بي سي والقنوات هي كلها اللي عم تتمولها الدول الأعراب. وهدلون إذا شتموا السيد الرئيس مسموح. هدلون إذا طلع واحد معارض من برا من بروكسل ولا من باريس شتم السيد الرئيس مسموح. بس أهم شيء ما تقربوا لا على الوزراء ولا على ما تحت الرئيس. أهم شيء أنه استباحة بيوت السوريين مسموح. أنا رافض أني أطلع على إعلام بيقولوا عني سقفي عالي. أنا طول ما أنا سقفي تحت سقف الوطن ما في عالي. روحوا شوفوا شو عم يسووا فينا بالقنوات، شو عم يهينونا ببيتنا، شو عم يتجرأوا على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا وعلى مبادئنا. هذا اللي عم يخلينا نطلع نكشف الحقائق أمام الناس ونكشف لعبة الأمم وخدعة الأمم. وأنا بشكرك لمحبتك، وأنا إن شاء الله أنا أستاذ ياسر هذا واجبنا، لأنه بصراحة أنا كتير بحترم وطنيتك الصادقة، وفعلا نحن عم نجمع حالنا كمجموعة شباب وعم نطلع نلحقك من محل لمحل، لأنه كتير عم نحب نسمع كلامك وعم يوعينا. بس أنا ليه حبيت تظهر على الإعلام المرئي؟ لأنه في فئة من المجتمع، يعني هلا الشباب المثقف عم بيتابع الإعلام المسموع، بس الغالبية عم تتابع الإعلام المرئي، ومثل ما قلت حضرتك هي القنوات المغرضة. مشان هيك أنا كنت بتمنى إنسان مثلك صادق وطني إنه يظهر حتى على الإعلام المرئي، لأنه يعني في ناس اللي ثقافتهم كتير او هيك، يعني بتمنى يسمعوا كلامك، لانه نحن وعيتنا كتير، نحن عم نوعي حوالينا استنادا لكلامك وآرائك. يعني عن جد نحن كتير بنحترمك، وشكرا كتير لك. وانا بشكرك كثير لمحبتك. شكرا لك. شكرا لك. وبالنسبة بس بدي أعلق على زيارة السفير الأمريكي لحما. فنحن مشكلته حاليا مع الشباب السوري بغض النظر عن أي موقف للدولة يعني، ونحن بصراحة وين ما يعني رح نستقبله بالاستقبال اللي هو بيستحقه بالأحذية والبيض، لأنه شرفنا الوطني هو اللي تأذى منه، ونحن الشباب السوري ما بنسمح لحدا أبدا يلوث شرفنا الوطني، ونحن مع بشارنا الغالي للموت ومن كثير الإصلاحات اللي أنجزت واللي عم تنجز حاليا. وبحب حي الأستاذ ياسر وقل له إنه الجنسية السورية منحت له من الشعب السوري، نحن الشباب السوري، لأنه بالفعل بيستحق لحفه الوطني العالي. هاي الشغلة الوحيدة بحطها أنا وسام، محبتكم هي جنسيتي وهي وسامي، هي لأنه لقب سوري بيكون للوطني الصادق مثلك عن جد. وشكرا كثير لك، ونحن ممتنين كثير للجهود اللي عم تقوم فيها ولوطنيتك وحسك الوطني العالي. نحن كمان بنشكرك يا ندى. شكرا كثير لك ندى. وكلمة أخيرة بس معلش، إنه عن جد ياسر قشلق عن جد بنحبك، لأنك من مدرسة القائد الغالي حافظ الأسد الله يرحمه. شكرا كثير لك يا ندى. وشكرا لقناة اف ام. يا هلا فيك شام اف ام. شكرا كثير لك. كمان اتصال آخر. ألو. أيوة مرحبا. يا هلا. سلام. مين معي؟ معك علام عبد اللطيف من اللاذقية. أهلا وسهلا صديقي، تفضل. أهلا وسهلا بك. يا هلا. تحية سورية
لإلك ولضيفك الأستاذ ياسر. خلي لي اياك الاستاذ ياسر معك، كل تفضل. عام وانتم بألف خير. لشام اف ام بعيد الرابع 7/7/2007. الله يسلمك، تسلم. هذا التاريخ بالنسبة لنا بيعني كثير. ارتبط معنا بفيروز بزياد، وحاليا عم يرتبط معنا بهالأزمة. ان شاء الله ان شاء الله ما بيصير غير الخير على سوريا ان شاء الله. انا اول شيء بدي طمنوا للاستاذ ياسر انه نحن مثل ما قال انطون سعاده، اتصالنا باليهود هو اتصال النار بالنار والحديد بالحديد. وقت اللي قال ان كل سوري هو مسلم لرب العالمين، منا من آمن لله بالإنجيل، ومنا من آمن لله بالقرآن، ومنا من آمن لله بالحكمة، وليس عدو يقاتلنا في حقنا وديننا وأرضنا إلا اليهود. ياسر، نحن بكل بيت من بيوتنا في صورة لفلسطين، في صورة لحيفا، في صورة ليافا. نحن 90% و70% و80% من أولادنا أسماء بيسان ويافا وحيفا. نحن تربينا وعشقنا بالحليب اللي رضعناه من أماتنا حب فلسطين. فلسطين لنا هي جنوب سوريا. وأنا بتمنى عليك شغلة أستاذ ياسر، إنه نخرج بقى من موضوع نحط النقاط على الحروف بموضوع الهوية، لأنه الهوية هويتنا السورية، هويتنا السورية، لأنه ما إجانا من دول الخليج مثل ما قلت بمقابلاتك السابقة، ومثل ما قلت بكل لقاءاتك، ما إجانا منهم إلا الخيانة، إلا العربدة، إلا كل ما هو سيء في التاريخ. فلسطين من عام 1900